السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أرقى متابعي قناة طاقة الأبراج. أهلا وسهلا بيكم، منورين مشرفيني. النهاردة حبايبي هنعمل قراءة جديدة لبرج الجوزاء بتاريخ 29/5/2025. قراءتنا اليوم هتكون من سلسلة جديدة بعنوان ناوي يعمل إيه وهل في خطوة جاية منه. أتمنى القراءة تفيد حضراتكم وتمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة ومفيدة. وقبل ما نبدأ نصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الغيب إلا الله وهذا توقعت وليس إلا. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج الجوزاء. نسمي بسم الله ونبتدي قراءتنا ونشوفوا طاقتك أنت الأول يا برج الجوزاء وطاقة الشخص ده، ونشوف كمان سبب البعد أو المشكلة اللي حصلت، ونشوف هل ناوي يعمل إيه، ونشوف هل في خطوة جاية منه، ونشوف كمان سر العلاقة اللي مأثر فيكم، وناخد كمان كارت ليك نصيحة ليك يا برج الجوزاء من قراءتنا اليوم. نسمي بسم الله ونبتدي ونغوص في طاقة برج الجوزاء الجميل الشيك الذكي اللماع. بص بقى يا برج الجوزاء، انت دلوقتي مشوش. طاقتك انت بقى، انا بتكلم على برج الجوزاء، هنبتدي بطاقتك انت. انت دلوقتي قدامي مشوش، مشاعرك مش ماشية في خط مستقيم، بين الحنين والوجع والغضب المكتوم. انت معايا في القراءة النهاردة حاسس انك قدمت من قلبك يا برج الجوزاء، لكن اللي قدامك ما استوعبش ده، او يمكن استوعب متأخر. بص انا قلت ايه؟ او يمكن يكون استوعب متأخر. انت بتحاول تعمل توازن، بس السؤال بقى اللي بيلحقك انت، هو انا غلط لما حبيت؟ هو انا غلط لما استنيت؟ فده ادى معاك لوجع جواك، بس فوق الوجع ده بقى في كرامة. فوق الوجع ده في كرامة. كرامة لبرج الجوزاء مش هتسمح لك ان انت تبص وراك، لان انت برج في العوجان ايه باشا. الكرامة مش هتسمح لك ان انت تبص وراك الا لو لقيت سبب حقيقي يستاهل ويقنعك. طب الشخص ده طاقته ايه؟ اتجاهك. الشخص ده في عينه شوق وفي قلبه كلام كتير، بس في عقله لسه مش عارف يقرر. يبقى عينه فيها شوق ليك، قلبه فيه كلام كتير، عقله مش عارف يقرر. هو حاليا بيسأل نفسه ازاي انا سبت الجوزاء يروح. بيسأل نفسه ليه ما قلتش الحقيقة. بيسأل نفسه ليه سكت لما كان لازم اتكلم. هو بيقول لنفسه الكلام ده. اللي جواه مش ندم بس، لا، في حالة من اللاوعي عنده. هو بيحاول يفهم نفسه الأول
قبل ما يقرب منك تاني، بيحاول يفهم نفسه ويجد نفسه. طب ايه اللي حصل فعلا بقى في العلاقة دي؟ العلاقة دي حصل فيها لعبة شد وجذب. كل واحد فيكم كان بيحب بطريقته يا برج الجوزاء، بس للأسف مفيش حد فيكم فهم التاني الصح. للأسف مفيش حد فيكم فهم التاني صح. هو كان بيخاف يقول الحقيقة، وانت كنت بتفهم اللي بين السطور. كنت لقطه جايبه سونار جايبه. بس مش كل اللي بين السطور يا برج الجوزاء بيكون واضح. الخلاف بينكم ما كانش انفجار، كان في تسريب بطيء، مشاعر بتنقص كل يوم لحد ما القلب ما قدرش يتحمل. الشخص ده احساسه دلوقتي ايه؟ الشخص ده، البعض منكم الشخص ده تحت تأثير طاقات سلبية، رغم ان هو بيشتاق، بس الطاقات السلبية وسحر بمعنى أصح هو اللي مخليه مش عارف يعبر، وحاسس من غيرك بفراغ كبير، خصوصا في اللحظات اللي اتعود يلاقيك فيها. خصوصا في اللحظات دي بعض منكم العلاقة دي ممكن تكون علاقة سرية، واللي ما بينكم كبير، فلذلك هو حاسس بفراغ في حاجات هو كان متعود عليها معاك. كان في تلامس للبعض منكم حصل، كل مكان كنت فيه معاه بيفتكروا، بقى بيفكروا انك مش موجود المكان ده او الشيء ده. هو بيسأل نفسه دلوقتي يا برج الجوزاء، هو انا ضيعت الشخص الوحيد اللي كان حقيقي في حياتي؟ تخيل بقى، بيسأل نفسه بيقول هو انا ضيعت الشخص الوحيد اللي كان حقيقي في حياتي؟ ضيعت الحقيقة بإيدي أنا؟ طب الشخص ده شايفك ازاي بقى يا برج الجوزاء دلوقتي؟ اقول لك بقى. الشخص ده شايف ان انت قوتك زادت، قوتك زادت، وانك بقيت صعب التوقع. شايف كمان انك بقيت عامل حساب لكل خطوة، مش الشخص اللي ممكن يتحكم في مشاعره بسهولة من تاني. بس رغم ده هو شايف لمعة حزن برضو جواك، اللي لسه ما راحتش. لمعة الحزن شايفها جواك، اللي هي لسه ما راحتش، بيفكرك بيها. طب الشخص ده ناوي يعمل ايه؟ الشخص ده ناوي يقرب، وعلى ترسيم، وعلى ترسيم كمان، بس مش ناوي يبقى صريح في البداية. مش ناوي يكون صريح في البداية، أنا شايفه بيقرب. هيبتدي يعني خطوة بسيطة معاك، ممكن تكون رسالة أو تعليق أو حتى سؤال عنك من حد. مش ناوي يفتح قلبه مرة واحدة يا برج الجوزاء، بس ناوي يجرب يعرف
هل لسه في مكان ليك في قلبه، وهل لسه ليه مكان ليه في قلبك؟ عايز يعرف بقى هو الحتة دي. طب ايه الخطوة اللي جاية؟ في خطوة جاية بس بطيئة، مترددة ومتخبية كمان ورا القناع، بس الخطوة دي جاية والنية موجودة. هتكون بداية بسيطة، بس لو اتقبلت بذكاء منك، بذكاء يا جوزاء، ممكن تفتح باب لحوار كبير بينكم. هتكون مفتاح ليك تفتح خزنة أسرار في العلاقة دي. الشخص ده إحساسه الحقيقي اتجاهك إيه؟ هو حاسس إنك علمته يعني إيه حب ناضج، حاسس إنك الشخص الوحيد اللي شافه بجد من غير تجميل، بس كمان حاسس إنه ما استحقكش وقتها، وده اللي مخليه دلوقتي مش عارف يبص في عينك، خجلان مكسوف. طب الشخص ده بيفكر فيا يا أبطال؟ بيفكر طب هل لسه بيحبني ولا خلاص؟ نفس السؤال ده هو بيقوله. هو كمان بيقول هو انت لسه بتحبه ولا خلاص؟ ولو لسه بتحبه هتسامحه ولا لأ؟ هو مش بيخطط حاليا لمستقبل، هو بيفكر فيك دلوقتي، كل يوم وكل ليلة بيفكر فيك. هو مدمن علاقتك، مأجل المستقبل شوية. طب اما هو مأجل المستقبل، طب ناوي يعمل ايه فعليا على أرض الواقع؟ هو عايز يخش في مرحلة تعويض لك، بس مش عارف يبدأ المرحلة دي ازاي يعوضك. في خطة عنده ان هو بيبدأ من بعيد وبيشوف برضو رد فعلك، وبعدها هياخد خطوة أكبر من إن أنت تتوقع. ممكن تكون الترسيم زي ما قلت لك، المستقبل، بس جواه نية هو عايز يرجع بكل المعنى. السر اللي في العلاقة دي كانت بمثابة مرآة. انت كنت بتكشف له نفسه، انت يا برج الجوزاء كنت بتكشف له نفسه وهو كان بيهرب. العلاقة دي مش اتقفلت فعليا، لا، في رابط روحي قوي بينك وبينه، لكن في جرح محتاج شفاء. والطاقة بتقول انكم اتقابلتوا عشان كل واحد فيكم يصحي التاني، يصحي حاجة في التاني. بس هل حان وقت اللمة؟ هنا بقى، هل حان وقت اللمة؟ دي الإجابة بقى اللي جاية في الخطوات اللي جاية يا برج الجوزاء، بس لو استعملت ذكائك، وانت ذكي. طاقتك انت اتجاه الشخص ده دلوقتي، انت حاسس انك محتاج تمشي من العلاقة دي، لكن قلبك لسه ما قفلش الباب. نكونوا صراحة مع بعض، في صراع جواك بين العقل اللي بيقول كفاية وبين القلب اللي بيهمس يمكن المرة دي يتغير. تخيل بقى، انت عايز تمشي وعقلك بيقول كفاية، ارهقت، وقلبك بيهمس همسة كده بيقول يمكن المرة دي يتعادل، يتغير. طب هل في رجوع؟
احتمال وارد للبعض منكم هيكون في رجوع، بس مش دلوقتي. لازم يثبت لك انه اتغير، مش بالكلام لكن بالفعل يا برج الجوزاء. لو جه وفتح قلبه وقال الحقيقة اللي سكت عنها زمان، ساعتها ممكن انت تبدأ معاه بداية جديدة هتكون أقوى وأصدق وأنضج. طب اديني بقى نصيحة من القراءة دي، عشان أنا محتاج النصيحة. ما تستهونش بمكانتك يا برج الجوزاء، اوعى تستهون بمكانتك. خلي بالك انت مش سهل، ولا كنت صدفة في حياته. اللي ما قدركش زمان لازم يتعب عشان يوصل لك تاني، لان انت الحب اللي ما قدركش زمان لازم يتعب عشان يوصل لك تاني، فاهم؟ بس افتح قلبك لما تحس ان الخطوة جاية. دي نصيحتي، خطوة جاية من ندم حقيقي منه، مش من وحدة مؤقتة او بعد، لا، بندم حقيقي. ودي كانت قراءتك اليوم يا برج الجوزاء، اتمنى لك السعادة والهنا على طول الدوام. انتظروني حبايبي في فيديو اخر، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.